المكرونة والفراخ اللي هي الدبابيس المقلية المقرمشة اللي سألتوني عليها امبارح، اللي انا كنت منزلاها في بوست بقول لكم فكرة للغدا، يعني اللي عايز يعملها تاني يوم. انا عملتها هيت، ومش عايزة اقول لكم طريقة المكرونة دي غير اي طريقة انتوا عملتوها قبل كده، هتعجبكم جدا. وكمان الفراخ برضو بطريقة بسيطة خالص، وبرضو ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل ايه؟ اول حاجة خالص انا هجيب بولة، وهحط فيها ربع كوباية لبن، يعني هي دي كوباية صغيرة، يعني انت لو حطيتوها في كوباية كبيرة هتبقى ربعها. نفس الكوباية حطيت بيها مية. دي مجموعة توابل كده، مش هاخد ده كلها، اقسمها نصين. عبارة عن توم باودر، بصل باودر، وفلفل اسود، وكمون، وكمان ملح، وبابريكا. دي كمان بقى ايه مهمة جدا، مرقة الدجاج الفورية. ده كيس صغير كده، انا حطيت نصه، بيخلي ليها طعم جميل واضافة جميلة اوي. هقلبها بقى في قلب بعضها كله كده لحد ما تحسي انه كله داب في قلب بعضه، التوابل يعني. احط في قلبها بقى الدبابيس. ناس كتير بتبقى تسلقها وبعدين تقليها، خايفة لا يبقى فيها دم بعد ما تقليها. لا، انتي شيلي الجلدة منها واغسليها كويس، وبعدين شققيها شقوق كتير واصلة لحد العظم. ولما تتحط في المحلول بتاعها ده، التتبيلة دي، الملح يعني زي نظام بيخللها شوية، بيدخلها في السوى، آه، بيخلي الدم بتاعها يتجمد كده على العظم، مش لما تيجي تحطيه في الزيت يطلع. حطيتها هي بقى، ويا سلام لو تحطيها ليلة كاملة. انا قعدت تقريبا يجي ساعتين وبرضو قضت الغرض. احطها بقى هيت في قلب التلاجة تتبل على راحتها. كمان علشان ابقى خلصت من الفراخ، هحضر يعني الدقيق بتاعها. جبت الدقيق، وهجيب بولتين اتنين. حطيت الاول الدقيق اهوت، وهحط عليها ربع معلقة نشا، او مثلا معلقة صغيرة بس مش ملانة، اللي هي معلقة الشاي دي. وهحط هنا بقية التوابل اهيت اللي احنا حطيناها على الفراخ، النص التاني اللي كنا مخليينه. الفرق بس ان انا هحط كمان نص معلقة صغيرة كركم، عشان لون الكفر كده يبقى شكله حلو. وما تخافوش، انا من النوع اللي ما بحبش الكركم، مش بفضله. لو هو هيغير في طعم الاكله ما كنتش حطيته، لكن هو ملوش اي تأثير خالص غير في اللون بس. قسمت خليط الدقيق اهوت نصين، وهاخد نص منه ادوبه في ميه، اعجنه كده بالراحه. انزلي يعني بالميه واحده واحده كده، وانتي بتقلبي لحد ما توصلي لقوام ناعم زي البشاميل كده. علشان اما اجي هعمل الفراخ هبقى انزلها في الخلطه دي الاول، وبعدين في خلطه الدقيق كده. جاهزين معايا الاتنين اهمت، وفيهم توابلهم وفيهم كل حاجه. يعني باقي عليك لان انت تحطي في الدقيق وتظبطي كده وتقلي على طول في الزيت. هركنهم على جنب بقى، طبعا على ما الفراخ تتبل. وهنا هعمل بقى المكرونة الخطيرة دي معاكم. هجيب جريل على النار كده، واحط فيه معلقة سمنة. سخنيه جامد قوي علشان لما تنزلي بالفراخ بتاعتك ما تلزقش. حطيت الفراخ اهيت، كنت حطاها وغسلاها ومقطعاها زي الشاورما كده، وسايباها في المصفى الصفة عشان ما يبقاش فيها مية خالص. ما تقلبيهاش بقى، سيبيها على نار عالية وما تقلبيهاش لحد ما تاخد لون بسيط كده من تحت. الفراخ انا مش عايزة اسويها، علشان كل ما تسويها اكتر بتنشف اكتر. فانت يا دوب تاخد تقلبتين كده، وهنزل عليها ببصلة متوسطة متخرطة ناعم. كمان برضو تاخد تقليبة كده، وهجيب فص ثوم متوسط مهروس هحطه عليها. هو ده كده. الروايح كانت تحفة، البصل مع الفراخ بجد ريحتهم حلوة قوي.
دي بقى خطوة اختياري اللي هي المشروم، هو كان عندي، هو بيدي إضافة جميلة جدا جدا، بس يعني لو ما حطيتيهوش مش مشكلة، برضو صينية المكرونة تبقى جميلة. دي بقى ايه مجموعة التوابل، عبارة عن فلفل اسود وكمون وبابريكا وملح بس. اهم حاجة بقى دي يعني متستغنيش عنها برضو، دي بتكمل الصينية، الزعتر. والزعتر مش غالي، طبق الزعتر في الهايبر ب5 جنيه، مش غالي يعني، سواء هو او الروزماري. هنا يعني كانت كل حاجة بقى استوت اهيت في السريع كده، ما تقرصيش عليها يعني، ما تزوديش قوي في السوا عشان حاجتك ما تنشفش. هنا بقى الثوم مع البصل مع الزعتر مع الفراخ، الروايح كده والتوابل، تحفة تحفة يعني، عايزة تعملي بيها شاورما. خلاص بقى هشيلها هي في طبق على جنب، علشان اعمل البشاميل مكانها. منها يعني ما تبهدليش حلة تانية، وفي نفس الوقت تلمي كل البهاريز اللي تحت دي. حطيت معلقة سمنة وعليها معلقة زبدة علشان اعمل البشاميل. هنزل عليها بقى ب3 معالق دقيق، اللي هي المعالق اللي بناكل بيها، 3 تكون يعني هرمية شوية كده. وخدت معايا كيلو وربع لبن، او يعني ازيد من كيلو وربع شوية. حطيت الدقيق اهوت عشان يلم كل حاجة ويتحمر، بحبش احمره، ويدوب بس ريحته تروح كده، ريحة الدقيق كده تبقى الريحة حلوة. وبعدين انزل باللبن. اللبن ده لبن عادي يعني، بدرجة حرارة المطبخ، لا سخن ولا ساقع. بتحطي شوية كده وايدك بالمضرب بتضرب على طول عشان ما يكلكعش معاكي. واحدة واحدة كده، ما تدلقيش اللبن كله مرة واحدة، علشان ممكن يبقى زيادة معاكي وكده. خلاص بقى كان ابتدى هيغلي، فحطيت عليه التوابل دي، عبارة عن بابريكا وفلفل اسود وسنة كمون صغيرة، وسنة صغيرة يعني رشة صغيرة قوي كركم، علشان برضو تدي لون كده للوش المكرونة حلو، وبرضو مش هتسيب اثر اهو شايفين. هي ده اللون النهائي وده القوام النهائي. انا مش هتقلها اكتر من كده علشان تبقى صينية المكرونة طرية وجميلة. هجيب الصينية بتاعتي بقى اللي انا هدخلها الفرن، وهحط شوية بشاميل تحت كده، وبعدين هحط عليها المكرونة واقلبها في قلب بعضها، نص المكرونة يعني. بعد ما تقلبيها كده بقى سويها، وحطي الفراخ بتاعتك بقى، برضو سويها كده، وبعدين انزلي بالنص التاني بتاع المكرونة. ما احتجتش ان انا اقلبه في بشاميل، لان البشاميل بتاعي سايب، فهيغمره يعني هيخليه طري، ومش محتاج ان انا اقلب، شايفين بينزل تحت اصلا. شوف عشان نزلت تحت بعض من المكرونة بين. برضو خطوة المكرونة، خطوة الجبنة الموتزاريلا ديت اختياري. انا حطيت شوية ورجعت نسيت بقى ان انا احط ايه على وشها. اللي كانت في الصورة دي انا كنت عاملاها، اللي كان في البوست اللي قبل كده اللي كنت بتسألوني عليه، انا كنت حاطة حلقات فلفل اخضر. ما عنديش، فحطيت زيتون عادية بس للشكل كده وطعمها برضو حلو. هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200 في الشبكة اللي في النص، عشان تاخد راحتها، واللون يحمر براحته كده الوش. هنا جبت الفراخ اهيت كانت اتبلت، وهجيب بقى الخلطة والدقيق اللي احنا كنا عاملينهم اهو. تنزلي الاول في قلب الخلطة السايلة، وبعدين تحطي في الدقيق. ممكن تكتفي بكده. لو عايزة تكبري الكفر شوية وتكبري يعني القطعة تبقى كبيرة شوية زي ما بتيجي من بره، رجعيها في المادة السايلة تاني، وبعدين في الدقيق. وكل مرة تنزلي فيها في الدقيق نفضي كده نفضي كده، فاهمين؟ علشان تبقى ايه، مخرفشة كده زي قشر السمك، وتبقى مقرمشة كده.
حاولوا ما تكتروش النشا. زي ما قلت لكم معلقة شاي صغيرة ممسوحة خالص، عشان كل ما تكتروا الكفر ده هيبقى ناشف وقاسي كده محجر، مش مجرد انه بيقرمش بس، لا هيبقى ناشف ويبقى مش حلو. فتكون معلقة شاي ممسوحة. عملت كل اهوت، وتكوني حاطه الزيت جنبك على طول علشان الفراخ ما تتركنش وتطرى، الدقيق اللي بره ده يطرى وتبقى مش حلو. هنا كان في خطوه وانا بحط لسه في الزيت مش عارفه راحت فين، والله انقصت ولا ايه مش عارفه. المهم الزيت بتاعك يكون غزير، وتنزلي فيه الفراخ. ما تخليش القطعة مزنقة، الحلة بتاعتك واخدة 2 ماشي، واخدة 3 ماشي، واخدة 4 ماشي، علشان الكفر ما يفكش. هسيبها الاول على نار عالية كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده هدي النار براحتها. برضو قعدت مثلا يجي 5 دقايق بعد كده، ما خدتش حاجة. وما تخافوش مفيش دم خالص نهائي، لان زي ما قلت لكم هي في المحلول بتاعها كده كانت ابتدت تدخل في السوى، والتشقيق ده كمان بيوصل لحد تحت. المكرونة كانت طلعت اهيت، كانت تحفة جميلة. انا كنت مقطعاها معاكم في اول الفيديو وانتوا شايفينها. كنت قليت الفراخ اهوت وبقيتها، واهم حاجة تطلعيها على شبكة او مصفى، ما تطلعيش على مناديل ولا طبق، لان هتنزل مية وتنزل زيت وهتطرى والكفر بتاعها يقع. فاهم حاجة ان انت تطلعيها على شبكة او على مصفى. كانت بالشكل ده كده. اعملوها بقى وان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة.